حبيتك يا نونو من اول طبخه. يا نهارك اخبر، ايه اللي بتحرق ده؟ قلبي اللي على النار. محسوبك يا خيبتك التقيله، والله ما انت ناوي تجيبها البر. محدش هيرسيني غيرك انت يا نونو. يا راجل يا راجل يا ابو عين زايغه، ادوب انا في نبويه ذات العيون العسليه. تعرف لو ما خرستش وسكت هحلف ما انا داخله المطبخ تاني. ما هو اذا البق خرس القلب بيتكلم. بيقول ايه يا سي بعجر؟ بعجر؟ ايه بعجر دي؟ في حاجة يا بسيونة يا فندم؟ الساعة 7 يا فندم. الساعة 6؟ 7 و10 يا فندم. أنا معايا 6. بقول لسيادتك ساعتي 7 و10 يا فندم، وساعة البيت دقت 7 من 10 دقايق يا فندم. يبقى أنا ساعتي وقفت. طيب. لسه ربع حسب اوامر بابا. فين الكبريت؟ كويس. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to عزة, happy birthday to you. برافو. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. ميرسي يا ماما. يلا يا منى، قطعي التورته ووزعيها على اخواتك. حاضر. انا اللي هقطع التورته. بابا قال انا اللي اقطع التورته، يعني منى هي اللي هتوزع علينا. انا المسؤوله هنا. حاجه بايخه قوي. انت اسمك منى؟ جهله مسقفه. معلش يا اخ. اول حاجه تعملها بكره الصبح انك تنزل على الشهر العقاري. طب مش يستحسن يا فندم اوصل سيادتك الاول المحكمه وبعدين ابقى اروح الشهر العقاري؟ لا، بكره انا ما عنديش محكمه. ايه ده؟ رايحين فين؟ ممنوع. اوامر بابا. هيزعل بابا. ذنبكوا على جنبكم. يا اما خشوا. عاوزين نقعد معاك شويه يا بابا. انا عندي قضيه مهمه وعايز ادرسها. هنقعد معاك ساكتين، مش هنعطلك يا بابا. مش هنتكلم، مش هنفتح بقنا، هناكل واحنا قافلين بقنا. حم. اتفضلوا كلوا. الساعة 8 ميعاد النوم. احنا هنسهر مع بابا. ممنوع. ليه يا دادي؟ أولا السهر مضر بالصحة، ثانيا هيأخركوا عن المدرسة، ثالثا ما اكلتش من التورته بتاعتي. بعدين يا حبيبتي بعدين. اتفضلوا على قواتكم.
يلا يا حبايبي اتفضلوا على اوضتكم. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير يا حبيبتي. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير يا طيب. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير. فتحت الجلسة من حيث أن الدادة الزفت دي بتعكنن علينا، ومن حيث أن بابا بيرتاح لها وبيسمع كلامها، ومن حيث اننا بنكرهها كره العالم. حكمت المحكمة بمضايقتها ومعاكستها وتهزئها باستعمال طريقة طه طه طه. طردي طردي طرد. الساعة بقت 10 مع بابا. يلا جري روح. ولا اناديله يما الكلام ده ما يتقالش في البيوت الكويسة. ليه بقى كفل الشر؟ هنا في بنات في سن المراهقة ومن الجايز انهم يتأثروا بالتفاهات دي. يا مؤاخذة يا حبيبتي، حقك عليا. المرة الجاية هغني لك كيلوباترا كيلوباترا. جهلة مثقفة. وبعدين بقى في الولية المخبر دي، ها؟ طيب برافو عليك يا طارق. كده طيب انا هعرف ازاي اربيها. هو انت لسه هنا مقصوفة الرقبة وكمان مش جاهزة؟ حتى شرابك مش عارفة تعدليه. كل يوم تطلعيني السلالم طالعة نازلة، كل ده عشان اشيلك السلالم. متهيألي مش هي دي الطريقة السليمة لدخول أي مكان فيه ناس. متأسفة يا بابا. مش كفاية.
مين فيكم اللي ضرب الداده بالنبله؟ انت يا بابا. النهارده الصبح، والضربه جات لها على مش عايزين تعترفوا. طب مين اللي حط لها الصابونه على الارض وهي ماشيه؟ انت يا بابا. برضه النهارده الصبح، وبرضه وقعت على هو كله على بس بنت. يا لهوي. ايه مالك متكهربه كده ليه؟ التعبان. يا اختي ده التعبان الارناؤوطي. الارناؤوطي؟ المنفلوطي ساكن هنا بقاله شهرين. فين؟ تحت سريري. يا مسابتي. احمد ربنا اللي ما لبت في حضنك خد اجلك. انا في عرضك. مدد يا رفاعي مدد. غمضي عينك خلي المدد ينفع. حاضر. غمضي قوي. مدد مدد مدد. انصراف انصراف. خلاص فتحي يا حبيبتي فتحي. الحمد لله. راح فين؟ اقول لك وما تزعليش. لا. تحت سريري. يا مسابتي. يا اختي شاطر يا هنوتي شاطر. شاطر يا ارناؤوطي شاطر. يا عبدو، يا نبوية، يا أسطى عبدو. نعم يا بسم الله يا فندم. شيل. بقول لك ايه؟ قول. ما هو حاجه من اتنين، يا اما اجيب انا الخضار واللحمه زي الاول، يا تقول للبيه زود المهيه اقله 5 جنيه. يا نبوية. ما هو انا لازم اجيب الخضار واللحمه يا اسيب الشغل. سيبه. ده سابه. يا نبوية. شبيك لبيك نبويتك بين ايديك. شيلي. يا صباح الفل. يا صباح الجرجير. حلو ماله جرجير يفتح النفس ويحرك الشهية. بتتعش يا بنت. هو انا معوجة يا بسبس. بس قلنا مفيش بسبس في الشغل. شيلي. بقول لك ايه؟ شيلي وبعدين قولي. اشيل وبعدين اقول. حسبي حسبي. مش انا حلمت والنبي. طب وانا مالي؟ ما احنا كنا مع بعض. قال ايه؟ انا وانت راكبين مركب. وغرقت. يا لهوي ايش عرفك؟ مركب فيها حضرتك لازم تغرق. والنبي انت بتموت فيا بس انت اللي تقيل. انا طبعا بأمارة ما نجتني وانا بغرق. انا ورحت رامي نفسك ورايا وشايلني بين ايديك وطلعتني على البر زي السجيع بتاع السيمة. انا اخس على مين؟ على سجيع السيمة. وقعدتني قدامك وسبلت لي عينيك ورحت فارد دراعك. الو. في ايه؟ بس بتعيطوا ليه؟ طيب صباح الخير يا فندم. صباحك زفت. ليه يا فندم؟ حصل ايه؟ قضية ابراهيم عشماوي خسرناها. طفشت. القضية طفشت يا فندم.
سابت البيت. هي مين؟ عاشر دادة في خلال 3 اشهر. الدادة. ما هو الأولاد معذورين يا فندم. هي دي دادة دي عاملة زي شيخ الغفر. الأولاد عايزين مربية سمحة تناديهم، مش بعبع يخوفهم. طب ومنين اجيب انا؟ موجود يا فندم، موجود. حضرتك تذكر المستشار إبراهيم عزمي؟ الله يرحمه، كان صديقي. الست حرمه عاملة جمعية لتربية الأيتام اسمها جمعية رعاية الأسرة، ها. وجايبة مربيات بنات مدارس كويس. فاضلات متعلمات وكأنهن مدرسات. سيادتك تروح تزورهم وتطلب مربية. كويس. وفين الجمعية دي؟ هي في وانت في دليل التليفون يا فندم. طب امشي غرم قدامي، امشي. حاضر يا فندم. حاجة تفلق. سامي هانم، يا ألف مرحب. الاستاذ موجود؟ الأستاذ ومساعد الأستاذ تحت أمرك. اتفضلي. وانت كمان اتفضل. يا سلام على الكرم، يا سلام على الإنسانية، يا سلام على يا سلام على العنطزة الكدابة. اهلا اهلا سامية هاني. ارجوك ما تحاولش تخدر اعصابي، انا زعلانه منك وجايلك في مهمه رسميه. خير يا ستي. عايزاك ترفع لي قضيه على واحد فضل يشجعني لحد ما حبيته وبعد كده ما بيسالش عني. في شهود؟ قلبي وعينيا. كفايه ولا اجيب لك شهود كمان؟ طب ايه وقائع الدعوة؟ امبارح ما جاش البارتي اللي كنت عاملاه له. انا مش قلتلك ان انا ما بحبش اندمج مع الناس دول؟ ليه يا رفعت؟ هو على اي حال كان في سبب تاني. ايه هو؟ كان عيد ميلاد بنتي عزة. دي نمرة 4؟ لا، نمرة 5. بقى حد يسيب بارتي يجنن زي دي ويقعد مع ولاد صغيرين؟ معلش، في فرص جاية كتير. وعلى فكرة بمناسبة الكلام عن الأولاد، لازم تدخلهم مدرسة داخلية قبل جوازنا. أكيد أنت هتعمل كده، مش كده يا حبيبي؟ ربنا يسهل. أشوفك إمتى؟ هديك تليفون. أوروفوار يا حبيبي. مع السلامة. جمعية. جمعية. ومع تقديري وإعجابي بالجمعية، اسمحي لي أقدم المبلغ المتواضع ده إسهاما مني لهذا المشروع العظيم. 200 جنيه؟ أشكرك باسم الأيتام. ده واجب يا فندم. أنا ليا رجاء لو سمحتي. تحت أمرك. أنا زوجتي توفت من 2 سنين وتركت لي 3 بنات وولدين، أكبرهم 15 سنة وأصغرهم 5 سنين. لسه صغيرين ومحتاجين لرعاية. عشان كده أنا قصدتك لو سمحتي تختاري لي بمعرفتك مربية تكون على مستوى وأقدر أطمن لها. بكل سرور. أنا أهم شيء عندي الهدوء والنظام. طبعا سيادتك عارفة إن النظام هو أساس كل شيء في الحياة. اطمن، أنا هختار لك مربية ممتازة وعلى ضمانتي. بس بسرعة أرجوكي. إن ما كانش النهاردة بعد الظهر يبقى بكرة على الأكثر. العنوان من فضلك. بكل سرور. متشكر. عن إذنك. مع السلامة. أي كده تستاهل. الله، انت حلوة قوي. كده عورتيني. علشان تاني مرة اتحرم بعكس البنات. متأسف. طب معلش يلا خد الشنطة على مهلك.
احب اعرفكم ان في مربية جديدة هتوصل النهاردة. المربية دي انسانة وقورة ومحترمة، وتتصف بالنظام والهدوء اللي هم اساس النجاح في الحياة. احنا يا بابا كده كويسين ومش محتاجين لمربيات. انا اعرف مصلحتكم اكتر. غير كده سنة الحياة تحتم ان كل جماعة لازم يكون لها قائد. ما انا هو يا بابا. انت بالذات اتلهي. حاضر يا بابا. مش عايز اسمع ان في حركة واحدة من حركاتكم اتعملت معاها. لا محكمة تعملوها ولا احكام تصدروها. وحكاية طا 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 دي لازم تبطلوها. مفهوم؟ مفهوم. وانت لازم تساعدها في مهمتها، لاني ما عنديش استعداد ادور على مربيات جديدة. ان كان عليا يا سعاده البيه انا اعتبرها زي والدتي واكتر. ده حتى احترام الكبار واجب يا سعاده البيه. هات لي طارق وحصلوني على المكتب. حاضر يا فندم. وانتوا اتفضلوا. يلا طارق. نعم يا بابا. ايه اللي عورك يا طارق؟ اصل يا بابا وانا راكب البسكليتة وقعت فتعورت. بس هنا يا فندم. يا فندم يا سعاده البيه. انت ليه هنا؟ يلا يلا روح انت. حاضر اروح يا سعاده البيه. روح يا بسيوني. حاضر. تعال يا بسيوني. حاضر. سوق يا بسيوني. حاضر. افتح يا بسيوني. حاضر. ها؟ حاضر. صباح الخير. يا صباح النور. الاستاذ رفعت موجود؟ سعاده البيه موجود يا فندم. اتفضلي. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. نقول له مين يا فندم؟ المربية الجديدة. المربية الجديدة. نعم. المربية الجديدة. سيادتك متأكدة انك المربية؟ مربية. وانا بقى بسيوني بتاع كله. محكمة، مكتب، بيت، خضار ولحمة اشتري، عربية اسوق. وقت ما تحبي تستريحي انا المربية مش انتي. احنا مش عايزين مربيات، لكن بابا عاوز. نطفشها. ايوه. تا. يا نهار اسود. اتفضلي. معلش متشكرة. دي هي لازم جاي تشتكيني لبابا. دي المربية الجديدة. وايه رايك؟ تا. لكن دي حلوه. وين عليها طيب؟ كلهم أسفت من بعض. تا. انتوا مقفلين كده ليه؟ نعم. مقفلين؟ احنا مقفلين؟ حاجة غريبة. مقفلين البيت قوي كده ليه؟ اوامر سعادة البيه. وبتوطي صوتك ليه؟ تعليمات البيه الكبير. طب اتفضل روح قول للبيت كبير ان انا هنا. طول ما اللمبة الحمراء دي بقى منورة ممنوع الدخول قطعيا. عن اذنك اعمل لي كوباية ليمون. طيب. شكرا. مع السلامة. ترللي. انت المربية الجديدة؟ ايوه. انا منى. اهلا. وانا الهام. اهلا. وانا طارق. وانا بقى هشام. خدي بالك انا بقى عبد. يا روحي عليكي. ياه، ده انت انستينا. متشكرة. احنا مبسوطين قوي لتشريفك هنا. متشكرة قوي. ممكن ناخد صورة سوا؟
دلوقتي؟ يعني اذا سمحتي. طيب زي ما انتوا عايزين. طب اتفضلي اقعدي هنا. اتفضلي اتفضلي. انت اللي هتصورينا؟ 1 ما شاء الله. 2 3. ايه ده؟ متشكرة، انا اسفة. انت مين؟ ليلى مربية جديدة. ده ايه ده اللي انت شايله في ايدك ده؟ ده عشان ده امشي طبعا ايد الاولاد. انتوا بتبصوا على ايه؟ يلا يا حبايبي بسرعة على المكتب، بابا عاوزكم. بسرعة بسرعة. ايه ده؟ محدش يمسكني، محدش يسوقني. ايه اللي بتعمليه ده يا عزة؟ اصل يا بابا كنت نازله على السلالم، رحت متزحلقه على الترابيزين. مين فيكم اللي زق الكرسي؟ مين؟ انا هقول لحضرتك. اصلي ما كنتش اعرف ان الكرسي بعجل، فقعدت كده مرة واحدة، فجري بيا كده مرة واحدة، فانا اسفة. مرة واحدة. اقدم لك اولادي: منى، ثانوية عامة، الهام، ساقطة وبعيد السنة، طارق، ناوي انجح السنه دي في الاعداديه باذن الله. هشام، هنجح في الابتدائيه ان شاء الله. عزة، لسان حقوق. الآنسة ليلى المربية الجديدة. أهلا وسهلا. طيب يلا اتفضل. بسيون افندي، افندم يا سعادة البيه. وريها البيت عشان تعرفه كويس وفهمها كل واجباتها. حاضر يا فندم. اتفضلي. فتحت الجلسة. انا عارضه بالتاجيل. ليه؟ مش يمكن تطلع كويسه؟ مفيش يمكن. مش هي دي اللي وقعتك وعورتك؟ انا السبب، ولما شافتني اتعورت صعبت عليها فطبطبت عليا بحب وحنيه. حنيه الام وحب الاخت، وعشان كده انا بطلب التاجيل. مش يمكن نرتاح لها كلنا؟ ها، ايه رأيكم؟ نجربها 3 أيام. إن مشيت معنا بحب وحنية اتفرعنت الساعة 7 صباحا فطار، الساعة 2:25 غدا. واشمعنى يعني و25؟ مرة في ساعة تجلي سألت رفعت بيه في الموضوع ده، قال لي يا بسيون افندي، ده اللي هو انا. ايوه، ما تبقاش جاهل. ده اللي هو انت. ايوه، اصلا لو سعادة البيه كده واخدين على بعض، هو يقول لي يا جاهل يا غبي، وانا اقول له يا سعادة البيه. قال لي يا بسيون افندي، الدقيقة في قضايا كتير كانت فاصل بين الحياة وحبل المشنقة. عنده حق، بس مش للدرجة دي. ايته الساعة 7:15 عشاء، الساعة 8 نوم عميق. لا 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 لا. ايه مالك؟ هنا ممنوع. ليه بقى؟ اوامر البيه، اصل في حاجة المرحومة. بس البيه قال لك في ساعة تجلي يا بسيون افندي. ياه، لا 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 بلاش. وريها البيت علشان تعرفه كويس. حاضر يا فندم، حاضر. اتفضل اتفضل. الله، كل دي آلات موسيقية؟ اصل المرحومة كانت غاوية مزيكا وكان صوتها حلو. يظهر انها كانت ست رقيقة قوي. الله يرحمها بقى، موتها سبب كل اللي احنا فيه دلوقتي. ليه؟ رفعت بيه اللي انت شايفاه دلوقتي عصبي وبيشخط وينطر،
ما كانتش الابتسامه تغيب عنه دقيقه واحده. بس بيتهيألي انه بيعامل اولاده معامله شديده ده قوي. في الظاهر بس، لانه بيعتقد ان دي الطريقه الوحيده لتربيتهم، انما في الحقيقه هو معجب بيهم قوي وبيحبهم قوي. علشان كده عامل لهم الاكل بالميعاد والضحك بالميعاد، حتى العياد بالميعاد. كله بالميعاد. هو امتى؟ لا لا لا، ايه مالك؟ ده ممنوع. ممنوع؟ ده اول حاجه في قائمه الممنوعات. ايوه بس انا بلعب بيانو كويس قوي. يا حلاوتك. هو امتى؟ امتى ايه؟ امتى ولا انتش داري. لا لا، بس باين عليها بنت حلال وحلوه. عندك اشبع بيه. انا ما يشبعنيش غيرك انت يا جميل. بكره تشوفي بس لما نتجوز هعمل لك ايه. لا يا حادق، انا لسه لغايه دلوقتي ما اديتكش الاوكي. هو ده اللي مجنني يا نور النبي. مزيكا، حياة النبي مزيكا، اموت انا في الزيكا يا ويكا. مساء الخير. ايه ده؟ لا مؤاخذة. مساء النور. مساء الفل. الساعه 8 ميعاد النوم. بس احنا ميعادنا 9 بعد ما نشطب وننضف ونخلي المطبخ قليصة اللانش. طيب تحبوا اساعدكم؟ يا ندامه تغسلي صحون واغسل حلل وابيض نحاس كمان. انت بتبيضي نحاس؟ شفتي؟ ما تعايرنيش بامي تاني. كلنا هنا واحد. بنخدم اكل عيشنا ولازم نساعد بعض وندور على راحه بعض. يسلم فمك. شربي شاي؟ متشكره. ما الشاي جاهز اهو. معلش وقت تاني، هروح اشوف الاولاد. طيب تصبحوا على خير. مع السلامة. مع السلامه. مع السلامة يا اميره يا بنت الامراء. مش قلت لك طيبة وبنت حلال وحلوة زيك تمام؟ بس انا انقع. يا خرابي. هتعمل ايه؟ البوتاجاز يشوفنا. وادي 2 وادي 1 وادي يا سيدي شايب وادي ولد وادي بنت وادي بصرة. وريني كده يا حرامي يا غشاش. حد يشتم اخوه يقول له حرام يا غشاش؟ اذا كان بيبصر بالبنت الاربعه. طب هاتوا كوتشينه. ايه هتاخديها؟ لا مش هاخدها، بس هعلمكم لعبه تفيدكم احسن من دي. ايه هي؟ طب استنوا بشوف اخواتكم بيعملوا ايه. مساء الخير يا حبيبي. بقى شوفي ما اقولك، دروسنا وذاكرناها واجبات المدرسه وعملناها، وبكره الجمعه وبعدها اجازه نص السنه. يعني 11 يوم مفيش مدرسه. ما نسهرش حبه؟ يعني نفرفش حبتين. ومين قال لكم ما تسهروش؟ انتي. انا؟ بالعكس ده انا هسهر معاكم. صحيح. وهلعب معاكم. فانتي يا عقلة. الساعه بقت 10 مع بابا. رايحة فين يا عبلة؟ هروح انام في اوضتي. لا تعالي نامي معايا عشان انا خايفة. طب ما تيجي نامي معايا في السرير.
انت فين يا رفعت؟ هو ان ما كنتش اسال انا ما تسالش. اخصى عليك يا وحش، 3 ايام ما اشوفكش. انا مخصمه. متاسف يا حبيبتي، الاولاد واخدين كل تفكيري. اسمع كلامي ودخلهم مدرسه داخليه. مش معقول ليه؟ الحمد لله جبت لهم مربيه جديده. لا لا لا، دي حاجه تانية خالص. بنت متعلمه فاهمه وظيفتها كويس، ويظهر الاولاد راضيين عنها كمان، وخصوصا عزه حبيتها قوي. يا حبيبي على الاقل تريح تفكيرك وتخرج من السجن اللي انت ساجن فيه نفسك علشانهم، وكمان نشوف مستقبلنا، ولا يعني هنفضل رابطين مصيرنا بيهم. انا اتضايقت خلاص. معلش يا ساميه، ابدا ابدا، انا عندي وعدي، بس في الاول اطمن على الاولاد. افندم، النهارده مش هقدر، وبكره مسافر اسكندريه في قضيه، يمكن اسبوع. لما ارجع هتصل بيكي. مع السلامه. مالك يا عزة؟ الله، قاعدين كده ليه؟ هنروح فين؟ سينما ممنوع، فسحة ممنوع، راديو وتلفزيون ممنوع، ضحك بعد الساعة 8 ممنوع. وليه ممنوع؟ أوامر بابا. الله يرحمك يا ست البيت يا أميرة. فين أيامك الحلوة؟ فين ضحكتك وابتسامتك؟ فين كلمتك الطعمة؟ فين صوتك اللي كان مالي علينا البيت؟ كان كران، صوت كران. سلام عليها لما كانت تجمع العيال حواليها على البيانو وتغني لهم ويغنوا لها. البيت كله زغرت. بس يا عزة، بس يا حبيبي، بس الله، انت كمان بتعيط؟ هزعل منكم. وبعدين بقى منى، حتى الكبيرة بتعيط. اسكتي، ان ما اسكتيش هزعل منكم. وبعدين بقى اسمعوا مني حكاية صبر وفيها بطولة، لو ودوها مسابقة تفوز بالجايزة الأولى، وإن سمعوها الناس وقروها هيفتكروها من القصة دي ويقول عليها دي مش معقولة. يلا قوليها، يلا احكيها زي ما حصلت وسمعتيها. كان يا مكان في إنسان أمه فقيرة وأبوه غلبان، ماتوا هو في الابتدائية ومالوش غيرهم أبدا حد. يعمل إيه وده نفسه أذية ولا بيمدش إيده لحد. أيوة صحيح راح يعمل إيه؟ أيوة صحيح يا كبدي عليه. قبل الظهر يروح مدرسته، بعد الظهر يكون شغال، بعد الشغل يجيب كراسته، هات يا مذاكرة مفيش إهمال. عايش بأمل وفي أي عمل، حتى ولو دكان بقال. كبدي عليه، عين عليه. كبدك ايه؟ كبدي ده عينك ايه؟ عيني دي. خد لنفسه طريق ممتاز، طريق ممتاز. بالعين راح يصبح استاذ، يصبح استاذ. طيب يا سيدي ما تزعلش، الله لا يطفي لك بوتاجاز. بس وبعدين هو انا قلت لكم لغايه فين؟ قلت لحد ما كان شغال حتى ولو دكان بقال. بس وبعدين 3 سنة و2 و3 كفاح بيطول.
ده من سنة تانية لتالتة لرابعة نجاح نجاح على طول. فات اعدادي وراح ثانوية جاب مجموع 90% ودخل بيها احسن كلية. كان بيعيش من بقشيش و15 قرش يومية والغدا فول والعشا طعمية العشا طعمية. عين عليه كبدي عليه. عينك ايه كبدك ايه؟ ما تخليهم بقى يتلموا وتبطلي بقى قر عليه. بس وبعدين هو انا قلتلكوا لغاية فين؟ جاب مجموع 90% ودخل بيها احسن كلية واتخرج بمؤهل عالي وطبع دكتور قد الدنيا قد الدنيا. ومثالي مفيش زيه مثالي واتعين في الدرجة التانية الدرجة التانية. ايه يا ولاد بقى رأيكوا فيه؟ ألف برافو برافو عليه. روح عليه يا اختي عليه، روح عليه يا اختي عليه، روحي عليه اسم الله عليه. ما تقولش امك ولا ابوك اصل الفتاة ما قد حصل. نجاح وصبر شرفوك ما تشوف صاحبنا ازاي وصل. ما تقولش امك ولا ابوك اصل الفتاة أصل الفتاة ما قد حصل. النجح والصبر يشرفوك ما تشوف صاحبنا ما تشوف صاحبنا ازاي وصل. ما تشوف صاحبنا ازاي وصل ما تشوف صاحبنا ازاي وصل. أصل الفتاة ما قد حصل. اللي يحب النبي يحصلني. بس يا فندم افندم سعاده البيه. اديهم حسابهم ومشيهم، مش عايزهم هنا. يا بيه. ربنا على المفتري. يلا 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 رجعوا هدومكم ورجعوا لشغلكم. البيه فصح قصدي صفح عنكم. صفح صفح الهوى شباك، احنا مع ليلى يا بس. نعم بس ايه بس ايه؟ مفيش بس الشغل. امال فين؟ خلاص ثم انتوا مالكم ومال ليلى؟ رجلين على رجلها تقعد نقعد يا سلام. تسيب البيت نروح وراها. يحيى الامتحان. حوش عني يا بس. حش عنك عدوا كلها. انا مش جايبك عشان تعلميهم الهرجله. هنا في نظام، في حدود مش لازم تتعديها. وبعدين انت وظيفتك انك تلاحظي الاولاد وبس. طبعا، بس ألاحظهم بالطريقة اللي تريحهم، مش بالطريقة اللي حضرتك اخترتها. انت هتعلميني. يا فندم، يا إما في ثقة وتسيب لي المسؤولية، يا مفيش داعي لوجودي. على العموم لما ارجع من السفر هيكون لي كلام مع اللي بعتوكي. تحب سيادتك أروح لهم دلوقتي؟ انا قلت لما ارجع من السفر. يبقى من دلوقتي لغاية لما ترجع من السفر هعتبر نفسي مسؤول عن البيت والأولاد وكل حاجة هنا. عن إذنك. كده اخصى عليك يا عزة. البنات الحلوين ما يقفوش الصالات ورا الأبواب، ما يعملش كده غير البنات الوحشين. عزة بنت حلوة وأنا بحبها قوي. وأنا كمان يا أبلة بحبك أوي أوي أوي. هي دي اللي هتمشيها على العجين ما يلخبطوا. بس ياك ما تهجش. مش هتهج، ده هتعشش. الولاد بيحبوها ومتشعلقين فيها. انت عايز الحق تتحب يا عبد. صحيح يا نونو من قلبك يالا. يا راجل اتلم، انا بقول على ليلى. ونعم الليالي ادب ولطافه وحلاوة زمان. عروسة حصان وآن الأوان نبوس يا جدع.
الزفت منك له. افندم 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 يا سعاده البيه. انا مش منبه ان محدش يفتح راديو في مواعيد النوم. حصل يا فندم، حصل. الاوامر مطاعه يا فندم. كله تمام يا فندم. امال راديو مين اللي انا سامعه ده؟ انا ما عنديش راديو يا فندم. وانا شارحه يا فندم، عمري ما قنيت راديو. لو ما عمل حسين يا سعاده البيه حتى فتشني. امال ايه الزفت اللي انا سامعه ده؟ انا خايفه يا ابله، بابا هيضربني. ما تخافيش يا حبيبتي. دوروا كويس. حاضر. ياما البنت خايفه من باباها عشان كده مش عايزاه يعرف. طب وانا اقول له ايه؟ قول له مفيش حد عشان خاطر عزه. عشان خاطر عزه؟ مم. طيب وعشان خاطرك انت. طيب. يلا اطفي نور. مفيش حد يا فندم. طب امشي غور من وشي. هغور يا فندم. ايه ده؟ يقول لي غور من وشي ويسيبني ويمشي؟ ده كلام. ايه اللي جاب البنت دي هنا؟ اصلها لما سمعتك كنت غضبان وبتزعق خافت وجات لي جري وهي بترتعش. وديها اوضتها. لا انا هنام مع ابله. دي هرجله وعدم نظام. أنا مسافر اسكندرية يومين 3. بس يوني أفندي هيقوم بكل طلباتكم. مش عايز أي تغيير في النظام اللي احنا متبعينه. مفهوم؟ مفهوم. مفهوم. مع السلامه يا بابا. ترجع لنا بالسلامه يا بابا. ما تغيبش يا بابا. هتوحشني يا بابا. وانا كمان يا بابا هتوحشني قوي. يا حبيبتي أجيب لك إيه معايا؟ هاتلي بيانو. بيانو مرة واحدة؟ انا هتعلم البيانو، اصل ابله ليلى علمتني امبارح. الوقت اسف يا سعاده البيه. مش عايز لما أرجع أسمع أي مخالفة. مش عايز هرجلة وعدم نظام. مفهوم؟ مفهوم. طيب يلا. ايه رايك في المربيه دي؟ توفيق من عند الله يا سعاده البيه. بنت كويسه جدا يا سعاده البيه. ولطيفه جدا جدا يا سعاده البيه. كمان ظلها خفيف. جدا 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 يا سعاده البيه. مين اللي كان في اوضه المرحومه امبارح؟ هي يا سعاده البيه، هي. طب وليه كدبت عليا؟ هي يا سعاده البيه. اترجتني عشان خاطر عزه كانت خايفه من حضرتك. طيب خلي بالك من الاولاد. اطمن يا سعاده البيه. ما دام هي موجوده يا سعاده البيه انا هعمل ايه بقى؟ مع السلامه يا سعاده البيه. فتحت الجلسة وقررنا تنفيذ أوامر أبلة ليلى وإجراء التغيير الكامل الشامل الذي يحقق السعادة للجميع والحكم بطه طه طه على الهم والغم والأحزان. على مسؤوليتك يا شابة. على مسؤوليتي يا شابة. لا الله لا. افتح
افتحوا شباك النور للنور نتمتع بيه، ده يخلي البيت زي البنور في جميع نواحيه. افتحوا شباك النور للنور نتمتع بيه، ده يخلي البيت زي البنور في جميع نواحيه. الله عالنور الله يا سلام يا سلام يا سلام. دي الضلمة تخور مش عايزة كلام، مش عايزة كلام مش عايزة كلام. الحضن ده مقلب ليه نشربه لو يوم شدوه زوغوا وهربوا. رحت اسأل عنه اللي مجربه، قال لي ده لو كان انسان لضربه. يلا نوزعه، يلا نهرب، يلا نضيعه، يلا نسربه. يلا نضيعه، يلا نسربه. لا نقرب منه ولا نقربه. يا ما خش الحزن في بيت خربه. اوعى تخش عليك وتغشك، اوعى كلمة تجيب حزن وتفكير. واغسل راسك يلا ووشك علشان يبقى حصل تغيير. اوعى تخش عليك وتغشك، اوعى نجع كلمة تجيب حزن وتفكير. واغسل راسك يلا ووشك علشان يبقى حصل تغيير. شاهدين يا ولاد، سامعين يا ولاد، شاهدين يا ولاد، سامعين يا ولاد. حط الورد بظهريات، رش المية عليه وتقيه. خلي البيت احلى وحياته لما الضحكة تلعلع فيه. سيبك منهم الزهرية، أجمل ريحة وأحلى عبير. في التقلية على الملوخية لما تخش على المناخير. اضحكوا يا ولاد، سقططوا يا ولاد، اضحكوا يا ولاد، سقططوا يا ولاد، اضحكوا يا ولاد، سقططوا يا ولاد. شكرا. نعم من فضلك يا فندم. الأستاذ رفعت فهمي خرج الصبح يا فندم. يرجع إمتى؟ إن ما جاش 2:30 يبقى 5:30، مواعيده بالدقيقة يا فندم. طب متشكرة أوي. العفو. أهلا رفعت. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انت وصلت امتى؟ من نص ساعة. أعمل لك إيه؟ ما أنت عامل لي عمل سحر. لما بتغيب عني بيغيب عقلي، ما بعرفش أتلم على نفسي. طب ونازله فين؟ وإحنا ملناش بيوت في اسكندرية يا أستاذ؟ لا العفو، مش قصدي، بس عايز اطمن عليك. عن شوشو في ميامي. وعلى فكرة أنا عازمك على العشاء. انا اللي لازم اعزمك. لحظه واحده. أنا حافل البيت وأقعد في بيت بابا. مش معقول أرملة صغيرة ومرغوبة زيي تقعد في بيت لوحدها. احسن برضه. ويا ريت الحفلات والسهرات والعزايم. خلاص وحياة عيونك، لا حفلات ولا سهرات ولا عزايم. انت وبس يا رفعت. ساميه، انا عايزك تشوفي الاولاد وتختلطي بيهم وتكلميهم. انت بتدخلني في امتحان يا رفعت. مش امتحان، انا يهمني الاولاد ياخدوا عليكي واحده واحده. حاضر. واسبقيني انت على مصر. احنا مش هننزل سوا؟ انا لسه قدامي 2-3. وانا كمان هقعد عن طنشوش واستناك. انت بخدمة يا حضرتك؟ انا كشاف النور. برافو عليك. هو فين العداد؟ تعالى معايا اهو. متشكر. يا سلام على الذكاوة، عرفته من غير ما يقول لي. اهلا يا منى. تعال هنا بنت. تعال. انت
ايه اللي جابك هنا؟ مش احسن ما انتحر في النيل والدنيا برد؟ طب وليه كده؟ لانك عشمتيني وخليتي بيا. انا؟ ايوه، انا لازم اشوفك. طب ما انا اهو. لا، اشوفك بره لوحدينا. مش عارفه اذا كان بابا هيوافق ولا لا. لو انت هتقولي له اننا هنتقابل طبعا. اوعي. ليه؟ علشان حبنا زي اللولي لازم يفضل سر جوه الصدى لحد ما يكبر ونعيش ونتمتع. قلتي ايه؟ ايه الحلاوه دي كلها؟ ميرسي يا ابله. الا بالحق يا منى، هو كشاف النور كان عايز ايه؟ ولا حاجه. تعرفي صوته وشكله بالظبط زي شاب، وبرضه بيشتغل في شركه النور. اتعرف على واحده صاحبتي وقعد يقول لها في كلام حلو وحنين وذوق لغايه لما حبته. واتجوزته؟ ابدا، طلع ندل، خد منها اللي هو عايزه وسابها بعد ما خسرت هي كل حاجه. اكيد ما كانش بيحبها. وهي كانت هتعرف منين انه بيخدعها؟ كان لازم تاخد بالها. برافو عليك يا منى، كان لازم تاخد بالها. تعرفي ايه الغلطه اللي عملتها صاحبتي؟ انها عاشت مع حبها في الضلمه، يعني من ورا اهلها. مش يمكن ما تقدرش تقول لاهلها؟ تقول لي انا؟ هو انا مش صاحبتها وحبيبتها واكبر منها، يعني زي مامتها. مش معقول يا ابله يبقى لك بنت عروسه. ده انت عروسه شقيه. وعقبال شهادات اخر السنه ان شاء الله. ميرسي يا ابله. قولي لي يا منى، انت عايزه تطلعي ايه؟ دكتوره يا ابله. وانت يا الهام؟ انا بقى مضيفه. وطارق محامي زي بابا. وهشام طيار حاج. وعزة هانم تمام يا فندم، امين شرطه. كان نفسي تشوفي الأولاد وتقعدي معاهم، بس يا خسارة مش معقول. ده احنا على ما نوصل تكون بقت 9 وشوية ويكون الأولاد كمان ناموا. يظهر انهم ناموا وبيحلموا كمان. قفشتكوا. سكتوا كده ليه؟ الله، انتوا سكتوا ليه؟ مفيش فايدة، برضه هقفشكم. قفشتك يا نبوية. هتروحي مني فين بس؟ استاذ رفعت، الحمد لله على السلامة يا فندم. افتكر ان الشنطة اللي كانت معاك يوم ما جيتي لسه موجودة. موجودة يا فندم. الباب اللي دخلت منه انا سبته مفتوح. اتفضلي. سهل قوي، تعالي اشتغلي وتفضلي. لا يا سعادة البيه، قبل ما تقولي اتفضلي قولي انت اذنبتي في حق اولادي. انا بعمل لمصلحتهم. انا اعرف مصلحة اولادي كويس. حضرتك ما تعرفش حاجة عنهم ولا عن ميولهم. امهم الله يرحمها هي اللي كانت فاهماهم واخداهم في حضنها. انا بحب اولادي. شيل الستارة اللي بينك وبينهم، افهمهم علشان يقدروا يفهموك. انت هتعلميني؟
انا بتكلم في حدود وظيفتي، انا مربيه. وانا مستغني. بس احب اقول لك الحفله دي ليها مناسبه، ومناسبه مهمه جدا. اولادك كلهم نجحوا وجابوا نمر عاليه. مبروك. مبروك نجاح الاولاد يا رفعت. شكرا. أنسة ليلى، ممكن تستني مع الأولاد ما دام وجودك بينجحهم؟ أرجوكي. معلش، دول ما يقدروش يستغنوا عنك. يلا كلكم تعالوا، يلا يا هشام اضرب. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. التمرين التاني خليكم معايا بقى. يلا 1 2 3 4. 1 2 3 4. محدش يلخبط. 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2. امسك يلا هوبا. تتعلم. برافو يا عزي. يلا يا حبيبتي. طارق كويس. الهام برافو يا الهام. هايله. منى يلا يلا. والله شيء. طب يلا كلنا تاني. يلا يلا. كويس. أي. ايه ده؟ ايه اللي انتوا لابسين ده؟ النهارده الجمعه رايحين نزور قبر ماما. باللبس ده؟ انا عايز كده. انتوا مش عارفين رايحين فين؟ ايوه. امال ايه المسخره اللي انتوا عاملينها دي؟ اتفضلوا غيروا الهدوم دي. استاذ رفعت، صحيح الوفاء للاموات واجب، لكن الاحياء كمان لازم يعيشوا حياتهم. استاذ رفعت، النهارده الجمعه يوم اجازه الاولاد، لازم يتفسحوا علشان يجددوا نشاطهم، ومش معقول هيتفسحوا وهم لابسين ملابس الحداد. علشان كده انا اللي قلت لهم يقلعوا الهدوم السوداء. يا استاذ رفعت، الحزن الشخصي مش محتاج ظاهر نعبر بيه عن حزننا، وتأكد ان روح المرحومة هتكون سعيدة لسعادة اولادها. اتفضلي قولي لهم. لا. ايه؟ يبقى اجمل لو قلتها لهم بنفسك، لانك بالنسبة لهم الحب والحنان.
والشجر والنسمة والطيور والشمس والقمر والمية والزهور وفرحة القلوب. وكمان لما الجيوب بتكون متحينة بتكون متحينة. يدخل قلبنا الحزن مفيش والفرح يعيش الحزن مفيش والفرح يعيش الحب مفيش والفرح يعيش يعيش مش معقول ابدا. ادخل. مساء الخير. مساء الخير. الاولاد عايزين يشوفوك قبل ما يناموا. تصبح على خير تصبح على خير. مبروك النجاح. ميرسي يا بابا. دي عشان منى. متشكرة قوي يا بابا. إلهام. ميرسي يا بابا. طارق. ميرسي قوي يا بابا. هشام. ميرسي قوي يا بابا. عزة. شكرا يا بابا. ليلى. أفندم. متشكرة قوي. أنا مهما عملت مش هقدر أوفيك حقك. ده واجبي ومهنتي. انتي مش دادة، انتي كتلة من الحنان. إنما انتي ليه اخترت المهنة دي بالذات؟ الحقيقة هي اللي اختارتني. أنا اتحرمت من أمي وأنا عندي 4 سنين، عشان كده بحس بسعادة كبيرة لما بدي الأطفال اللي اتحرمت منهم. تصبح على خير. تصبح على خير. اهلا سامية هانم. عندك تأخير نص ساعة. وانا اعرف منين انك هنا بس يا حبيبتي؟ على العموم انا جايه لك في موضوع مهم. مهم؟ خير. العيلة والناس كلها بتسألني امتى هنعلن خطوبتنا. انت عارفة الأولاد. الأولاد مالهم الأولاد؟ لازم ياخدوا عليكي وتفهميهم ويحبوكي ما عندهم اللي بيحبوها واللي أبوهم كمان بيحبها. ده رأيك فيها؟ يمكن هتقل عقلك وتحب خدامة. أنا بحب أولادي. بس طب وسامية حبيبتك ده أنا بموت فيك يا رفعت. اتخضيتي ولا مكسوفة من اللي بتعمليه؟ مين ده يا منى؟ زميلك في المدرسة؟ لا. جارك؟ لا. مش هو ده اللي كان عامل كشاف النور وجاي يقابلك في السر؟ حضرتك بتتجسسي عليا يا أبلة؟ لو بتجسس عليكي كنت رحت من وراكي وقلت لبابا. لا
أرجوكي ما تخافيش، بس خليكي صريحة معايا يا منى. مش أنا أختك الكبيرة؟ ها، عرفتي إزاي؟ تلميذة معايا في الفصل. ايه؟ قصدي اخو خطيبها، من عيلة كبيرة. من عيلة مين؟ معرفش. أبوه مين؟ برضه معرفش. يعني ما تعرفيش حاجة عنه؟ لكن بيحبني. لو كان بيحبك صحيح كان دخل البيت من بابه، لكن يتلصص حوالين الحيطان يبقى حرامي. وعيب قوي منى بنت المحامي الكبير تعرف حرامي، صح يا منى؟ صح. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. اتفضلي يا سليمة. اقعدي. أنا لمست فيكي القلب الكبير والعقل الكبير. أنا قلت إنك أم، وحقيقي حقيقي أنت أم. أنا عايز آخد رأيك في مسألة شخصية باعتبارك أم للأولاد. اتفضل. تفتكري اللي زيي من حقه إنه يتجوز؟ سكتي ليه؟ هو مش انتي صاحبة نظرية ان الاحياء لازم يعيشوا حياتهم؟ طيب ما انا اعيش ازاي؟ اعيش ازاي من غير ست تملي عليا حياتي؟ ارجوكي ارجوكي تقولي لي رايك وتساعديني. عندك حق في كل اللي قلته. انا خلاص فكرت واخترت. ربنا يوفقك. الاسبوع اللي جاي انا هعمل حفله وهتكون ساميه هانم الدرملي، ما انت شفتيها. ايوه. هتكون ضيفه الشرف وهعلن خطوبتي انا وهي. مبروك. الله يبارك فيكي. وكل اللي انا عايزه منك انك تفهمي الاولاد بطريقتك الحلوه انه ده شيء طبيعي وانه انا طبعا. متشكر. وانا بترك الحمل التقيل ده عليكي. معلش ما انت ام الاولاد. حاضر. ايوه. ما انتوا كمان بكره هتكبروا وهتتخرجوا وهتشتغلوا وتتجوزوا ويبقى لكم بيت واولاد، وبابا يا عيني يبقى عايش لوحده في البيت، لا معاه اولاد يسلوه ولا زوجة تراعيه وتشوف خدمته. انا ام خدمته. انتي ايوه كده اضحكوا، فرفشوا بقى عشان بابا قال على رأي المثل الجنازة حارة والميتة لسه. عروسة ايدي يا اخويا، عليا النعمة انا لو راجل نفسي ما تهفني. الحب امزجه، الحب بلا نونو. جاتك البلا مجاني جهني. اتفضلي. ايدي عشانك، مخصوص عشانك صنع ايديا وحياة عينيا. بمناسبة ايه؟ سبوعة من غير مناسبة، هدية حبيب لحبيبته. اموت انا. دوق يا جميل، دوق واستطعم وافتكرني وانت بتستطعم، وسايق عليك النبي ما تدي منها حد حاجة، دي هديتي. مقبول يا بعجر. بعجر؟ حد يدلع حبيبه يقول له يا بعجر. سيبس بس عايز ايه؟ النبي قبل الهدية. هدية؟ بعيد عني بعيد عني. ما تكسرش بخاطري يا بس. تقدر تقولي لي بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة، هدية حبيب اللي حبيب. عارف لو كسفتني هفضل طول عمري مكسوفة وعاملة كده اهو. كده اهو؟
طب خلاص خلاص خلاص. دوق يا جميل، دوق واستطعم وافتكرني وانت بتستطعم. ساي عليك النبي ما تدي منها حد حاجه، دي هديتي. مقبولة يا نونو. مقبولة يا نونو، ده قال لي نونو. مش خسارة فيك الهدية يا بسبس. مسؤول افندي. نعم. ايه اللي معاك ده؟ ده صاروخ. صاروخ؟ هو جالك؟ انا ماشي بارد يا اخي، وانت مالك انت؟ انا مالي؟ طبعا ما انا بعجر. يا فين؟ مساء الخير على الخفة والجمال والذوق. مساء الخير يا مسكين يا فندم. اتفضلي. ايه المناسبة؟ من غير مناسبة، دي مجرد هدية من إنسان يحمل ليكي في قلبه كل معزة وتقدير، معزة لا قبلها ولا بعدها. وانت كمان عزيز علينا قوي يا بسيون يا فندم. من قلبك ولا من لسانك؟ من قلبي طبعا. يعني اتشجع واقول اللي في قلبي. قول يا بسيون يا فندم. أنا انت ايه؟ أنا يتيم الأب والأم. يا حرام. أنا بائس، أنا بحترق. بعد الشر. أنا بحب بتحب ايه يا بسيون يا فندم؟ بحب الفول الحراتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت لسه ما لبستيش يا عطا؟ طب انا لابسه اهو. لا كده كويس. لا البسي فستانية بابا. او يلا يا ابله بقى. حاضر. ما شاء الله. نعم. الله اكبر. نعم. وبعدين كمان قريبتك دي يا رفعت؟ دي الانسه ليلى، مربيه الاولاد وصاحبه فضل كبير على البيت. شكرا. قولي لي يا انسه، يا فندم انت ما عندكيش اخت؟ عايزك عايز مربيه؟ انا عايز اتجوز. اتجوزها. فكري كويس في الموضوع ده. لطيفه قوي يا رفله بيه. اتفضلي. في ايه يا ساميه؟ مشيتي ليه؟ عشان اديك فرصة تقعد مع الست الخدامة. ايه الافكار السخيفه دي؟ انا سخيفة؟ افكارك هي اللي غلط. اولا دي مش خدامه، دي زي ام اولادي، وطبعا لها مكانتها. انا بحترمها وبعزها. بتحبها؟ بقول لك بحترمها وبعزها. اتفضلي. 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 هاتيلي كاس ويسكي. حاضر. اتفضلي. ايه ده؟ الويسكي. انا ما بشربش ويسكي. بس حضرتك طلبتي ويسكي. انا ما بشربش ويسكي. انت ما بتسمعيش. انا قلت كونياك. لا قلتي ويسكي. انت بتردي عليا. تبقى قلة ذوق مني لما اسيب حضرتك بتتكلمي وما ردش عليكي. تردي بأدب. انا مش قليلة الادب. ما بقاش الا الخدامين كمان. بقى دي اللي هتبقى مامتنا فتحت الجلسة وقررت المحكمة طه طه طه. ازيك يا طنط؟ انت ما نمتيش ليه؟ هنام يا طنط. من فضلك عايزة ارقص فالس. تسمعي يا طنط، تعلميني الرقصة دي. اتفضل.
اتفضلي امشي غوري من وشي. بتوقعك؟ إلهي تقع في نقرة ما تطلع منها. معلش. تقصدي ايه باللي انت عملتيه ده؟ تقصدي تهزقيني؟ انا اللي ههزقك واقطم رقبتك يا قليلة الادب. سامية هي ملهاش ذنب. اطرد البنت دي. سامية يا علي. اطرد البنت دي. بقول لك يا علي ومفيش داعي للشوشرة. انا اللي هطردها. امشي اطلعي بره يا مجرمة. ليلى مش مجرمة ومش هتطلع بره. يعني انت راضي؟ أنا غير راضي عن تصرفاتك. وانا متأسفة اني قبلت دعوتك. اللي حصل الليلة دي مش هيتكرر أبدا. وسامية ملهاش عندك أي حاجة. أنت هنا كل حاجة. أنت ليكي عندنا منزلة كبيرة. وعندي أنا بالذات. حقك عليا. مين اللي ربط فستان سامية؟ أنا يا بابا. مين صاحب الفكرة؟ أنا يا بابا. ليه؟ ما بنحبهاش يا بابا. تقوموا تهزقوها؟ عشان هنضايقها يا بابا. يا ولاد حبيبتي، ماما على فراش الموت وعاوزة تشوف خطيبة ابنها وتبارك خطوبتنا قبل ما تغمض عينيها للأبد. أستحلفك بروح أمك الغالية أن لا تحرمي أمي الفانية. أسرعي قبل فوات الأوان. دو ري مي فا صول لا سي. لا أنا عندي حاجة أحسن. طب قولي. مي فتحة د بحبك. يا عفريتة. منى، بتجري كده ليه؟ رايحة فين؟ راجعة حالا. تعالي هنا، ولو بابا سأل. رايحة المكتبة، قصدي عند واحدة صاحبتي استلف كتاب. باي. الله. اتفضلي، خشي، اتفضلي. فين مامتك؟ على السرير في اوضه النوم. مفيش حد معاها؟ لوحدها يا عيني. خشي شوفيها قبل ما تموت. منى منى منى، انت رايح بيها فين يا مجرم؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ اصل مامته جوه عيانة قوي وعايزة تشوفني قبل ما تموت. فين هي مامتك؟ وريهاني. يا نادي يا جبان، وانت ما صرت رقبة.
اصلي قدامي على البيت. مش كفايه عياط بقى عشان نعرف نتكلم؟ مش هقدر اكلمك ولا ارفع عيني فيكي. انت نصحتيني وانا ما سمعتش نصيحتك. وبعدين معاكي بقى، مش قلنا كفايه؟ كفايه بقى يا منى، كفايه. اسمعي، اللي فات ردي. مات. واللي بيموت ردي. ما بيصحاش تاني. خلاص، الله يرحمه، راح بسيئاته، ننساه وما نفكرش فيه تاني. ولما نحب نعمل عمل نعمله في النور. فهمان يا منى؟ ايوه يا ابله. توعديني؟ بشرف بابا يا ابله. عزة مالها؟ لا ابدا مفيش. حررتها. 37 وشرطه بسيطه. امال الاولاد خضوني. اصلي حاولت انيمها في سريرها ما رضيتش وشبطت فيا. الحقيقة انت خلتينا كلنا نشبط فيكي. انا اللي سعيده بوجودي معاكم. اظن مفيش داعي تنقلي البنت اوضتها. حاضر. من بكرة انقلي سريرها معاكي هنا. يعيش بقى يعيش بقى. انت صح يا بنتي. ايوه. طبقا للمادة 237 من قانون العقوبات. ايوه يا فندم. ايه رأيك في ليلى؟ ايه رأيك في ليلى؟ يا سلام يا فندم، توفيق من عند الله يا فندم. بنت ممتازة فوق الامتياز يا فندم. تعرف انها من اصل طيب كمان. عارف يا فندم، عارف. تعرف منين؟ ما هو ما دام سيادتك قلت يا فندم يبقى خلاص يا فندم، زي ما سيادتك قلت وهي كمان باين عليها الاصل والفصل. اللي زي دي تبقى زوجة كاملة. يا سلام يا فندم، فهمني. انا كنت ناوي اكلم سيادتك باعتبارك ولي امري وولي امرها وامري وامرها بين ايديك يا فندم. الاولاد بيحبوها. كلنا يا فندم، كلنا بنحبها يا فندم. عشان كده انا نويت اني انك ايه يا فندم؟ اتجوزها. نعم، تتجوزها؟ امر الله يا فندم. انت ليه ما بتقولش مبروك يا بسيوني؟ مبروك يا فندم. مش عايزك تزيل الخبر ده لما يجي وقته. حاضر يا فندم. امر الله يا فندم. عوض على الله يا فندم. انا اتعودت ابوس الاولاد قبل ما انام. اتفضل. دي هدية عزة. شكرا. تصبح على خير. تصبح على خير.
انا محتفظ بكل جواباتك اللي كنت بتكتبيها لي. اما كنتيش هتيجي تقابليني حالا هديهم لابوكي. بس يا منى بس، كفايه، ما تخافيش ما تخافيش، انا هتصرف. اهلا اهلا، اتفضلي. تسمح تديني جوابات منى؟ من عينيا، اتفضلي. متشكره، اصلي مستعجله. تسمح الجوابات؟ تدفعي كام؟ هو انت محتفظ بيهم علشان تبيعهم؟ ده جزاء انها حبتك؟ انت جايه تأنبيني؟ ارجوك تديني جوابات. من غير فلوس مفيش جوابات. بس انا ما عنديش فلوس. وانا عايز فلوس. بالعربي انا مسافر لبنان، تذكرتي محجوزه بس عايز مصروف ايدي 400 جنيه بس. وكمان بس؟ نعمل لك تخفيض 200 كويس؟ لو طلبت مني 2000 وعندي ما تاخرش ارجوك. ما تخدريش اعصابي، انا في ايدي ورقه كسبانه. النهارده الساعه 4 هجيلك، هضرب كلاكس واحد ايه تديني 200 جنيه اديك الجوابات. ما جيتيش 4 و5 هضرب كلاكسين ايه ما جيتيش اتصرف انا بمعرفتي. اخس نجل. حضرتك كنت عايزني؟ عادي. ايه، في حاجة قلقاكي؟ لا بس كنت عايزه اروح للاولاد ده. سيبك منهم، خلينا احنا في المهم. الله، ايه في ايه؟ ابدا، اتفضل. انت عارفة قد ايه انا بحب اولادي، طبعا. وبحب اللي يحبهم، وبصراحة انا ما شفتش حد حبهم قد حبك انت ليهم. عشان كده انا حبيتك. ويا ترى لو طلبت منك تشاركيني حياتي مع الاولاد تقبلي؟ طبعا اذنك. تعالى اتفضل. ايه دول 30 جنيه؟ دول كل اللي ما عندي. ينفعونيش. ارجوك ما تعملش فضيحه. دي منى تموت لو ابوها قرا الجوابات. ما تاخدش من ضعفها سلاح تحاربها بيه. لو دي اختك او حتى قريبتك ترضى لها بكده؟ انت باين عليك ابن ناس. انت ما عندكش اخوات؟ والله العظيم ورحمه بابا انا بحب منى. لو انت بتفهم معنى الحب ما كنتش عملت كده. بص لمستقبلك وتعلم، ولما هتتعلم هتفهم يعني ايه كلمة حب. أرجوك. اليوم معاكي، اتفضلي. انا غلطان. ربنا يوفقك. ليلى، من غير شوشرة ولا كلمة مع الأولاد تاخدي حاجتك وتخرجي حالا. منى، الجوابات اهي، احرقيهم. احرقيني انت يا أبلة، أنا ما استحقش التضحية دي أبدا. انت بريئة وبابا لازم يعرف كده. منى اوعي يا منى، وحياتي عندك هتبقى صدمة لبابا. انت بالنسبة له صورة جميلة، ما تشوهيش الصورة دي. خلاص يا منى.
ايه؟ انا اصلي عرفت شاب اخو واحده صاحبتي واخدة الشنطة ورايحة على فين يا أبلة؟ مسافره في اجازه يا حبيبتي. طب أنا مش هاكل ولا هنام ولا حتى أذاكر لغاية ما تيجي. لا يا حبيبتي، عارفه لو عملتي كده إيه يا أبلة؟ مش هاجي تاني. لا هاكل. سامحني يا بابا. هقول لك ايه؟ يمكن يكون ده درس ليكي عشان تعتبري وتحافظي على نفسك. طب أبلة ليلى. اجري بسرعة عشان تلحقيها قبل ما تمشي. أبلة ليلى فين؟ خرجت. ما تاكلوا. وطبعا ما رضيتش اقول له الحقيقه، خفت عليه من الصدمه. الاستاذ رفعت انسان يستاهل كل خير، والاولاد كلهم بحبهم. علشان كده كتمت في نفسي وسبت البيت. اتفضلي يا فندم. هو فين؟ في المكتب يا فندم. طيب. ده رفعت بيه. انا عارفه هو جاي ليه. تلاقي الاولاد ضغطوا عليه. ارجوكي يا ابله تنكري وجودي. زي ما انت عاوزه. يكونوش الولاد الأولاد عملوا. بيحبوها. ده مجرد سوء تفاهم. أنا عايز أقابلها لو سمحتي. هي ما جاتش لحد دلوقتي. طب منظور تيجي؟ مين عارف؟ ما هو أنا لازم أقابلها بأي شكل. أصله في حاجة ضاعت من البيت. حاجة ضاعت؟ انت بتتهمها؟ أنا عايز أسألها أولا. على العموم لو جت هقول لها عشان تدافع عن نفسها. وأنا منتظر. متشكر. مع السلامة. ابعتي لي ليلى. أهلا ليلى. افندم، ايه اللي ضاع؟ أنت عارفة كويس إن مفيش حاجة ضاعت. امال بعتلي ليه؟ أنا بعتلك عشان أتفاهم معاك وأعتذر لك. متشكره. ليلى، أنت ليه مستعجلة دايما؟ ما عنديش وقت. لا يا أبلة. ما تسيبيناش. ليلى،